يلا حط الراس وانزل مع التماسيح. انت متأكد من اللي بتقوله دي؟ انا ننزل مع التماسيح؟ عيب تناقش الشيخ صيادين التماسيح. أنا مش قلت لك هتعمل ايه لما تنزل البحيرة؟ لا ما قلتش. شكلي نسيت. زي ما قلت التمساح بيحب التمساح، فأول ما يشوف تمساحة قدامه بيعمل ايه؟ لا انا نتكسف، قول انت. بياخدها بالحضن، فتروح انت حاضن فيه ومطلعه بره المية، لأن التمساح في الوقت ده بيبقى مسلم خالص وضعيف. يلا اتكل على الله. خالي أنا خايف قوي وحاسس إن الكلام ده مش حقيقي. انت بتكذب شيخ الصيادين يا ولد. لا 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 لا، مش قصده يا موندي، انا معاك اهو وهنزل. التمساح هيقابل التمساحة. يلا روح. أنا قلقان قوي. الراجل المجنون ده بيعمل ايه؟ قصدك إيه؟ أنهي راجل ده؟ اللي هناك ده، اللي لابس لبس تمساح ده، شكله مجنون، رايح ينزل مع التماسيح، دول هياكلوه. هو أنت مش قلت إن دي طريقة صيد التماسيح؟ انت مين؟ يا خالي ارجع يا خالي. اشتري اللي بتشتر. الله ربي. ارجع يا خالي. بتقول ايه يا بكار؟ انا مش سامعك. ارجع يا خالي. عم أندي بيخرف. يعني ايه؟ عم أندي قال لي إن التماسيح هتاكلك. الحقونا! ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ حد برضه يقرب من بحيرة فيها تماسيح كده؟ حد عاجل ينزل مع التماسيح؟ انت هتجنني يا راجل انت. مش انت اللي قلت لي اعمل كده؟ أني؟ يا ابني أنا أول مرة أشوفك دلوقتي. عم أندي بينسى يا خالي، ما ينفعش يعلمك أي حاجة عشان عنده مرض اسمه الزهايمر. أيوة، أني فاكر إن عبدون قال لي إن عندي زهايمر، بس أني بنسى. ايه؟ مين الزهرمر دي؟ ده مرض بيجي لكبار السن وبيخليهم ينسوا. قول كده يا شيخ. طب وليه يعمل فيا كده الراجل بتاع الزهرمر دي؟ أيوة، أنا فاكر زمان لما حد كان يحب يتعلم صيد التماسيح كنا بنعمل فيه مقلب. كنا بنلبسه لبس تمساح ونقول له اسبح مع التماسيح وهي مش هتعمل لك حاجة. ليه بتعملوا كده؟ عشان نضحك أنا وجدك، بس في الآخر كنا بنلحقه قبل ما ينزل. أنا بس عاوز نعرف دلوقتي، أنت جبت منين لبس التمساح دي؟ ده بتاعي، أنا اللي اصطدته بنفسي. انت؟ أنت ما تعرفنيش؟ أنا أندي. أيوة، دي يا عم أندي شيخ الصيادين وصاحب الجد التمساح. أيوة، وأني حفيد الجد التمساح. أنعم وأكرم. ده احنا نفسنا حد يعلمنا صيد التماسيح زي زمان. معلش، عم أندي خلاص عنده زهايمر. يلا بينا يا رجالة عشان نحط جلد التمساح في المخزن. انت عندك مخزن فيه جلد تمساح؟ طبعا، فيه جلود كتير مخزنها في مكان سري. ما تاخدوش في بالكم، عم أندي دي عنده الزهرمر وفيه حاجات كتير بيقولها غلط. أني أسمع من زمان على المخزن الأسطوري بتاع الجد التمساح وأندي اللي مخزنين فيه 1000 جلدة وجلدة من جلد التمساح. ايوه صح، مخزن ال1000 جلدة وجلدة. بتفكر في اللي انا بفكر فيه. اتكل على الله. ايه دي؟ انتوا بتعملوا ايه يا مجنين؟ فاكرين إن عم أندي عنده مخزن جلد فعلا. احنا هنعمل ايه يا بكار في المصيبة بتاعتنا هنا؟ هنستنى لغاية أما حد يعدي ويفكنا.
يمكن ما نلحقش، الدنيا بتليل ويا خوفي يا خوفي التماسيح تطلع علينا وتهبرنا. ايه التماسيح؟ وبعدين؟ أنا مش عاوز أتاكل يا بكار، يعني أجي أصطاد التماسيح تقوم هي اللي تستدني. ما تجنناش يابا، فين مخزن الألف جلدة وجلدة؟ انتوا مين؟ يا عم أنا عدوي صياد التماسيح، ودي 10 مرة تسألني السؤال ده. لا 11 مرة. يعني انت فاكر؟ فاكر ايه؟ فاكر كم مرة سألتني؟ سألتك ايه؟ يا لهوي، أني حاسس إن دماغي اتلحست. انت شكلك راجل حويط وعاوز تتوهنا. انت لو ما قلتش فين مخزن الألف جلدة وجلدة أني حموتك. انطق، فين المخزن؟ انطق. انتوا عايزين المخزن. ايوه. مخزن ايه؟ يا لهوي. أنا مش عاوز أتاكل، الحقوني. وطي صوتك يا خالي، كده التماسيح هتسمعنا. ما هي كده هتجيلنا. أني جاتلي فكرة. فكرة إيه يا بكار؟ تحب نروح إحنا للتماسيح بدل ما التماسيح تجيلنا؟ جرب كده راس التمساح دي. صح يا بكار، أنت تعمل نفسك بتتاكل فهم ما يجوش ياكلونا. يا خالي أني بحاول أقطع الحبل بسنان التمساح. أفارم عليك يا بكار، بس بسرعة يا بكار، أنا شايفهم بيقربوا قوي. ها يا عم أندي، وصلنا المخزن. انا قلت نشرب مية من البير وبعدين نكمل الطريق. بير ايه اللي هنشرب منه؟ ده مقفول من زمان وما فيهوش نقطة مية. خسارة. طب انتوا هتعرفوا تكملوا الطريق وانتوا عطشانين كده؟ لسه قدامنا كتير على ما نوصل للحجاز. حجاز ايه؟ مش انتوا عايزين تروحوا الحجاز؟ يا عم انذر ارحمنا، ابوس ايدك. انا خلاص ما عاوزش حاجه، انا هبطل 6 مسيح وهبيع ذره بشوي. الذرة بتكسب برضه، بس مفيش زي بيع جلد التماسيح. ده انا عندي مخزن فيه 1000 جلدة وجلدة. ايوه، هو فين بقى المخزن ده؟ في حتة ولا الجن الازرق يعرف يوصل لها ابدا. فين يعني؟ في البير القديم. البير القديم اللي هو ده؟ افتحوا بسرعه يا عدوي، افتحوا. فاكرين انهم يقدروا يضحكوا على عم أندي. بسرعة يا بكار، التماسيح بتقرب. الحبل اتقطع. فكني بسرعة يا بكار. ما تقلقش يا خالي. التمساح هياكلني يا بكار، بسرعة. يا خالي الحبل اتفك. وهنا يا فكيك. الراجل المجنون زقنا من فوق. لولا ان الارض طريه كان زماننا اتكسرنا. بس أنا مش شايف أي جلد تمساح حوالينا. بقى ده هو مخزن الألف جلدة وجلدة؟ ده ما فيهوش جلدة كورة حتى. الراجل شكله ما كانش بيضحك علينا، باينه مجنون فعلا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ البير ده غويط ومفيش حاجة ممكن تطلعنا من هنا. بقول لك ايه، ما تاجي النادي بصوت عالي يمكن حد يسمعنا. الحقونا فاكرين انهم يقدروا يضحكوا على عم أندي؟ محدش يقدر يضحك علي ابدا. الحقونا. ايه الصوت ده؟ انتوا مين؟ انت لسه بتضحك علينا؟ استنى، احنا ناس غلابة يا عم،
لا حول ولا قوة إلا بالله. ومين اللي وجعكوا هنا؟ انت. إيه؟ قصدي انت اللي هتنجيتنا وسيبك من اللي وجعنا. أعمل لكم إيه يا ولادي؟ أطلعكوا إزاي؟ دور على أي حبل ونزله لنا يا عم أندي. ها؟ انتوا عرفتوا اسمي إزاي؟ أصل انتوا شكلكم مش غريب عليا. ها؟ لا لا لا، مش احنا. بس افتكرتكم، انتوا اللي كنتوا بتسرقوا بيض التمساح وتبيعوه على انه بيض وز. ها؟ جريء في اللي بيقوله. ايوه احنا، بس احنا خلاص بطلنا، خرجنا بقى. حاضر، هجيب لكم حبل، استنوا. أنا خلاص مش قادر أجري تاني. ما تقلقش يا خالي، احنا خلاص بعدنا عن التماسيح. المهم هنعمل ايه في عم أندي؟ ولا حاجة، مش عايز نسمع اسم عم كوندي دي. كفاية اللي حصل لنا من تحت راسه، كنا هنتاكل يا بكار. بس الاتنين المجرمين دول خطفوه وما يعرفوش انه عيان. احنا لازم ننقذه. ننقذ ايه؟ دي تلاقيه مطلع عينيهم دلوقتي. الراجل مريض ولازم نساعده، ده غير انه صاحب جدي الجد التمساح. أخ، عندك حق يا بكار. انا سمعته بيقول لهم انه هيطلع بيهم الجبل. تعال ندور عليهم هناك. يلا بينا. أخيراً لقيت حبل. بس أنا كنت عايز الحبل ده ليه؟ انت جيت يا عم أندي؟ انتوا مين؟ يا دي الليلة السودة، الراجل نسينا تاني. احنا اللي كنا بنسرق بيض التماسيح. لا مش انتوا، اللي كانوا بيسرقوا كانوا ولاد أبو ساجدة. انتم مش ولاد أبو ساجدة. احنا ولاد اللي تحبه، بس خرجنا. ولا حتى ولاد اللي تحبه. أنا عارف ولاد اللي تحبه كويس. انا زهقت يا عدوي، انا معوش اطلع، انا هعيش هنا. خسارة، كنت بفكر أطلعكم. طب ما تطلعنا. حاضر، شكلكوا صعب عليا. أخيراً، شوف هعمل فيه إيه لما أطلع الراجل المجنون ده. وبعدين هيكون راح فين يعني؟ استنى يا خالي، عم أندي اهو. أنت بتعمل إيه يا عم أندي؟ انتوا مين؟ أني بكار. حفيد أبو ساجدة؟ لا، حفيد الجد التمساح. افتكرتك. أنت بتعمل إيه؟ بنقذ العيال الغلابة اللي في البير، فيه واحد مش تمام رماهم هنا. اوبا، الحق يا بكار، ده بيطلع المجرمين. لا استنوا. ليه كده؟ دول شكلهم غلابة. الناس دي كانوا خاطفينك عشان توديهم مخزن ال1000 جلدة وجلدة. افتكرت، دول يستاهلوا اللي اتعمل فيهم. اللي هو صحيح فين مخزن ال1000 جلدة وجلدة يا موندي؟ مخزن ايه؟ مفيش حاجة من دي. ده مقلب كنا عاملينه أنا والجد التمساح عشان نقعد نضحك على الطماعين اللي بينزلوا جوه البير. هو انت وجدي كنتوا بتصطادوا التماسيح ولا كنتوا بتعملوا مجالب في الصيادين؟ مش انت سيدون ابن الجد التمساح اللي كنت عاوز تتعلم صيد التماسيح؟ ايوه انا. طب يلا تعال اما اعلمك. لا خلاص الله يرضى عليك، مش عاوز اتعلم. انا شفت التمساح عقلي ساح. طب 3 بالله العظيم لعلمك.
كفاية اللي حصل لي لحد دلوقتي. أنا مش عاوز أصطاد أي حاجة تاني حتى لو كان سمك. اجري يا بكار، اجري. استنى بس، تعالى، دي طريقة سهلة. أيوة يا أمي. حسونة هنا ومستنيك من بدري. كل ده ولسه ما خرجتش؟ ده انت بطيء قوي يا بكار. أني مش هلعب كورة. أني عارف، احنا عندنا ميعاد عند الجدة بخيتة وأني مش عايزة أتأخر. ها؟ حاجة غريبة يا حسونة، مش كنت امبارح مش عايز تروح؟ عايزة أسمع بقية الحكاية يا بكار. قلتلك إن أنت هتبقى مبسوط. أني كنت عارف ومش مستني أي حد يقولي أي حاجة. هاي همام. هاي حسونة. كويس إنكوا جيتوا، بكار كان هيأخرنا. انت جاي معانا؟ لا طبعا، انتوا اللي جايين معايا. عاملين ايه يا ولاد؟ الحمد لله. وانت يا حسونة؟ كويس يا جدة، وهبقى أحسن لما تكملي الحدوتة. شكلك انت اللي هتقف جون يا حسونة. قوليلنا ايه اللي حصل للأميرة يا جدة؟ مستعجلين تعرفوا؟ أيوة. في يوم من الأيام صحيت الأميرة من نومها وخرجت تتسحب كالعادة. ممكن يا بنتي تقولي لي فين بيت القاضي؟ مش بعيد، ده في آخر الشارع. شكرا يا بنتي. ممكن تقبلي الوردة دي مني؟ ريحتها هتعجبك قوي. أشكرك. هنية. أيوة يا والدي. شايف هذا ملقط الصلجام؟ يبرق بلالي في ايد الملك اهو، شايف؟ ده لو بعناه يجيب يجي 530 جنيه. يا اخي 30 عفريت يركبوك، 30 جنيهات. انا لو الصولجان ده بقى معايا هبقى ملك. طب بذمتك يا معلم مشرط، تبقى ملك ولا يبقى معاك 530 جنيه؟ انت كنتي برضه هتخرجي من غير اذن؟ انت كنتي بتتكلمي مع حد؟ أيوة يا والدي، دي كانت... انا مش قلت الشخص الغريب اللي ما تعرفيهوش ما تتكلميش معاه؟ ليه يا والدي؟ لانك بنت صغيرة وممكن يأذيكي. حاضر يا والدي، ما تجلكش. دي كانت ست عجوزة وحتى ادتني الوردة دي أني حاسة إني عاوزة أنام. الصبح كده؟ ده انت لسه صاحية. طيب ادخلي نامي احسن من الخروج والقلق عليكي. ونامت الأميرة ويفوت يوم ورا يوم وأسبوع ورا أسبوع وهي نايمة ما بتقومش. مفيش دكتور يشوف مالها؟ جاب لها حكمة كتير من كل الدنيا، كلهم مش عارفين ايه اللي حصل لها، وكل أهل البلد عرفت إن الأميرة نايمة مش بتفوق. والله زمان يا أم بكار. وإيه آخر أخبار البلد؟ حصل حاجات كتير وانت مسافر. خير، قولي. الأميرة هنية جالها مرض غريب. مرض غريب إزاي يعني؟ نايمة على طول ليل ونهار ما بتقومش خالص. وبقالها قد إيه كده ما بتقومش خالص وهي تعبانة كده؟ بيقولوا شهر. أنا خارج يا أمي، هلعب مع صحابي. بس ما تتأخرش يا بكار. حاضر يا أمي. سمعتي الكلام اللي قالته أمي يا رشيدة؟ ليه؟ عن تعب الأميرة. هو معقول حد ينام شهر؟ هاي بكار. هاي يا همام. هاي يا فارس.
هاي بكار. هاي مسرات. سمعتوا عن تعب الأميرة؟ أيوة. صعبانة عليا، زعلت جوي عشانها مع إني معرفهاش. هاي، أنا جبت المضرب والكورة بتوعي زي ما اتفقنا. إحنا دلوقتي 1 2. وأنا ما عدتنيش ليه يا حسونة؟ إحنا هنلعب لعبة عاوزة ولاد، مش عايزة بنات. ليه بقى؟ لأن الولاد أسرع في الجري طبعا. لو كانت معانا هنية ما كنتش قلت كده. هي فين هنية دي؟ بقالها شهر ما بتجيش تلعب معانا. شهر؟ ولا نعرف بيتها ولا نعرف عنها حاجة غير إن اسمها هنية. ما خدتوش بالكم من حاجة؟ إيه؟ بنت الملك التعبانة اسمها هنية، وأمي قالت إن بقالها شهر تعبانة. وهنية صاحبتنا بقالها شهر ما شفناهاش، وأمي بتقول إن سنها من سني، يعني جدنا. وكانت شاطرة قوي في الجري، وكانت بتكسبنا ياما. معقول؟ ريق ريق. بس احنا مش متأكدين يا رشيدة. بس أنا متأكدة. يا خبر، يعني أني كنت بلعب مع الأميرة؟ بكر عنده حق، احنا مش متأكدين إنها الأميرة. طب وبعدين؟ نروح نزورها. عاوزنا نروح قصر الملك يا بكر؟ وفيها ايه يعني؟ نستأذن ونطلب مقابلة الملك ونسأل على الأميرة. أنا جاية معاك يا بكار. ايه، هتيجوا معايا أنا ومسرات؟ أنا جاي. وأني كمان. ماشي، أهو نقابل الملك ونسلم عليه. الله 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 الله، ايه اللي جاب العيال دول هنا؟ ولا يهمك يا معلمي، دول شوية عيال، ما تخافش، احنا مسنطرين مصفرين مسيطرين. طالما قلت لي بقى احنا مسيطرين دي، يبقى لازم اقلق يا اخويا. بعد إذن مولاي، في 4 ولاد صغيرين وبنت ومعزة بيستأذنوا في الدخول. 4 ولاد وبنت ومعزة؟ عاوزين ايه دول؟ بيقولوا إنهم صحاب الأميرة هنية وعاوزين يطمنوا عليها. خليهم يدخلوا. السلام عليكم يا مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ الله 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 الله، هي هنية. ايه ده؟ دي هنية. ايوه هي. ياه، طلعت الأميرة. احنا اصحاب هنية، قصدي الأميرة هنية. انتوا بقى اللي كانت الأميرة بتخرج تلعب معاهم من غير إذني؟ هتحبسنا؟ ما تخافش يا ابني، أكيد انتوا طيبين وتتحبوا، عشان كده هنية اختارتكم صحاب ليها. لما عرفنا إن الأميرة هنية تعبانة جينا نطمن عليها. هي الأميرة هنية تعبانة بإيه؟ محدش عارف، جبت لها أكبر حكمة في الدنيا، محدش عارف يعالجها. بعد إذن مولاي، في واحد جاب الرسالة دي واداها للحارس وقال له يوصلها لجلالتك. إلى جلالة ملك بلاد الواقواق، أنا عندي العلاج اللي هيشفي بنتك الأميرة هنية فورا، وده مقابل إنك تديني الصولجان. المخلص دائما مشرط. ها؟ مشرط؟ اوعى يا جلالة الملك تصدقوا، ده لسه محتال. هياخد الصولجان ومش هيعالج الأميرة. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا أعرف حكيم بيعالج من أمراض غريبة، جدي قال عليه. فين ده يا همام؟ في كهف عند الجبل الكبير. ادينا فرصة يا جلالة الملك نجيب الحكيم اللي قال عليه همام. إن شاء الله يكون عنده علاج للأميرة. الأصحاب ال5 جابوا الحكيم من عند الكهف اللي عند الجبل الكبير، وكشف على الأميرة.
تعبانة بإيه؟ اداها علاج. كملي يا جدة كملي. هكمل بكرة إن شاء الله. يوه، كل يوم بكرة كل يوم بكرة، أمري لله. انت خدت معاك ايه؟ الهدية اللي عملتها لها. والسندوتش اللي عملتهولك. يا أمي، الجدة بخيتة بتبقى عاملة أكل كتير، واني لما أكلت المرة اللي فاتت قبل ما أروح لها ما قدرتش آكل عندها وزعلت مني. طيب يا بكار، سلملي عليها وخد السندوتش اللي عملتهولك وبجديه لأي حد وانت ماشي. وليه يديه لأي حد واني موجود؟ هات يا بكار. انت هتشبع كده يا فارس ومش هتعرف تاكل عند الجد. هات يا بكار هات، ما تجلكش، على ما نوصل عندها هكون جعت تاني. هاي بكار، هاي يا حمام، هاي فارس، هاي هنية. احنا كلنا مستنيينك يا بكار. أني خلصت خلاص. هو فين حسونة؟ مش عايز يجي، التاب بتاعه بايظ. طيب يبقى مش عاوز يجي ليه؟ زعلان؟ لا، عايز يلعب كورة. الله 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 الله، ايه ده بقى؟ انتوا كلكوا هنا؟ ايوه كويس، تعالوا بقى نقسمها وممكن هنية تروح، اصل احنا ما بنلعبش معانا بنات. لا يا حسونة، كلنا هنروح للجدة بخيت. اتكلم عن نفسك. أني رايح. واني يبقى كلنا رايحين. أني مش رايح معاكم. ليه بس يا حسونة؟ دي الجدة بخيتة بتبقى مستنيانا وعاوزة تشوفنا. واني بحبها يا بكار واحب اشوفها وكل حاجة، بس بزهق لما اروح لها. وبعدين يعني احنا في اجازة، مش معقول نضيع الاجازة في زيارة زي دي. لازم يا حسونة نزور جرايبنا. ماني عارف، ممكن ابقى ازورها في العيد مع ابويا وامي، لكن الاجازة هتضيع واني عايز العب كورة. طيب شوف بقى حد غيرنا يلعب معاك، لان كلنا رايحين. ها؟ استنوا. مع السلامة يا أمي. مع السلامة يا ولدي، مع السلامة. بقول يا جماعة، تعالوا نلعب شوية وبعدين نبقى نروح بكرة. ما ينفعش يا حسونة، هي مستنيانا. بص يا حسونة، تعال نزورها ونبقى نلعب كرة قدام بيتها. أيوة، قدام بيتها أرض فاضية، ممكن نبقى نلعب فيها بعد ما نخلص. ماني مش عارف هنقعد هناك قد ايه. انت مش عايز تروح وخلاص. وانت عايز تروح عشان تاكل، وانت بقى عايز تروح عشان تبين لابوك انك راجل وبتزور جرايبك وكده يعني. وبكار عايز يروح عشان يسمع حواديت. واني انت بقى عايزة تروحي عشان تجلدي اخوكي وخلاص. هوي يا ولاد. هوي يا عم شلالي. رايحين للجدة بخيتة؟ أيوة. يوه، أمري لله. يعني غيرت رأيك؟ لا طبعا، بس هقعد هنا أعمل ايه لوحدي؟ وكمان من غير تاب. وحشانة يا جدة. وحشانة يا جدة، وحشانة قوي قوي، وحشاني أني أكتر واحد. وانتوا كمان وحشتوني قوي قوي. مش عايزة حاجة تتبقى من الأكل ده. ما تقلقيش يا جدة، احنا بقالنا أسبوع ما بناكلش. يا فارس، وبعد الأكل بقى نلعب كورة. لا، بعد الأكل نسمع حدوتة من الجدة بخيتة. يوه، يعني انت مش عايز تسمع حكاية يا حسونة؟ مش الفكرة، أني بس في أجازة دلوقتي وكنت عايزة أتبسط، ومستحيل أي حدوتة هتخليني أبقى مبسوط زي ما ألعب كورة أو أي لعبة تانية. طيب
هتفق معاك اتفاق. أني هحكي لك حدوتة، ولو قدرت توقفني واني بحكيها وتروح تلعب كورة هجاني بنفسي ألعب معاكو. ونوقفها جون. طب ولو عجبته؟ يجي كل أسبوع يسمع حدوتة. اتفقنا. معلش ثانية واحدة، ممكن كل واحد خلص أكل يشيل طبقه؟ يا سلام. حسونة شيل طبقك. ها؟ حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. هحكي لكم حكاية بلاد الواق. اسمها غريب قوي. دي فين دي؟ دي بلاد موجودة في الحدوتة. حلوة دي. الواق. أيوة، بلاد الواق شبه بلدنا بالظبط، وفيها ناس زينا بالظبط. أيوة بس بيوقوقوا. لا يا حسونة، هم كانوا عايشين من زمان قوي. طيب وليه سموها كده؟ ما هو ده اللي هتعرفوه لما تسمعوا الحدوتة. كان يا مكان في بلاد الواق كان فيه شوية ولاد بيتقابلوا على طول ويلعبوا مع بعض. أنا عايزاكوا تغمضوا عينيكوا، وكل واحد فيكوا يتخيل إنه بقى واحد جوه الحدوتة في بلاد الواق. طب قوليلنا شوية تفاصيل عشان نعرف نتخيل. البلد دي كان ليها ملك، والملك كانت عنده بنت واسمها هنية، يعني ماشي. والبنت دي كانت كل يوم تتسحب وتخرج من البيت وتروح تلعب مع أصحابها الأطفال من غير ما يعرفوا إنها الأميرة هنية بنت الملك. أنا اللي هسبقك يا حسونة. أنا اللي هسبق طبعا. إيه ده؟ مستحيل. إيه ده؟ هنية؟ ده كده يعتبر غش. انت ازاي بتعرفي تلعبي اللعبة دي كويس كده؟ انت مين اللي مرنك؟ أنا أول مرة أشوف حد بيعرف يجري بسرعة قوي كده، وكمان بنت. وفيها إيه بقى لما تبقى بنت يا حسونة؟ لا مفيش. تعالي يا هنية نلعب مع بعض ونسيبهم. لا خلاص العبوا معانا. هنلعب إيه تاني؟ نلعب إيه؟ استغماية. محدش فيهم كان عارف إنها بنت الملك، ومحدش فيهم كان عارف إنها كأميرة بتتمرن طبعاً على الجري والتنشين وركوب الخيل والسباحة. بس هي كانت بتحب تلعب معاهم عشان مفيش حد فيهم بيحسسها إنها مختلفة. ينفع كده؟ والدي انتي في أميرة صغيرة زيك تتسحب وتخرج من البيت من غير ما تقول؟ أنا بحب ألعب مع أصحابي. ولما تتخطفي ولا يحصل لك حاجة مفيش حد فيهم يعرف إن الأميرة هنية. فاكريني واحدة عادية يا والدي. بيتهيألك، أكيد عارفين، وممكن جدا حد يخطفك أو بس يا معلم مشرف، ادي احنا عرفنا حاجة هتخلينا نوصل للي احنا عايزينه. انت بتفكر تخطف الأميرة سي فلعص؟ فلعص ايه يا معلم؟ ملقط. ايوه بقى نخطفها ونطلب فدية. نطلب ايه يا اخويا؟ نطلب فدية؟ ما نطلب ايدها احسن. فدية ايه اللي نطلبها دي؟ امال نطلب ايه؟ حلم حياتي.
الحاجة اللي بقالي سنين نفسي تحصل وما بتحصلش. ايه يا معلم، نفسك تبقى مطرب مشهور؟ مطرب يا مغفل، انا عاوز اخد الصولجام. صولجام الملك؟ وابقى ملك بلاد وائل. طب وانا؟ هتبقى صبي الملك، الوزير يعني. طيب ما ينفعش ابقى الحصان او الطابية؟ طب يلا يا اخوي. او ابقى استاذ دكتور؟ ولا ما تخنقنيش يا واد، انا مستحملك بالعافية عشان ابوك اللي هو عمي موصيني عليك يا اخويا. لا مؤاخذة يا ابن عمك. بص يا ناصح، احنا لو خطفناها هتبقى مشكلة وهنتعب نفسنا على الفاضي. انا بقى عندي فكرة تانية احسن من ده كله. هتخلي ابوها يجيلنا لغاية عندنا ويترجانا عشان ناخد منه الصولجام ونعالج له بنته. نعالجها؟ هي عيانة؟ هتبقى عيانة. ازاي؟ تلك هي القضية، زكي الزبرجلم. وده بقى يا ولاد اللي هتعرفوه بكرة لما كملكوا الحدوتة. لا يا جدة، كمليلي حتة كمان، قوليلنا هيحصل ايه. سلمونا على الجدة بخيتة. ان شاء الله. غريبة ان حسونة ما جاش، مع انه كان عايز يسمع الحدوتة امبارح. ده كويس انه جه يومين ورا بعض. تلاقيه راح يلعب كورة ولا صلح التاب بتاعه وعمال يلعب بيه. المفروض بعد ما نرجع من عند الجدة نبقى نروح نطمن عليه. سألت عليك العافية يا بكار. حسونة؟ أنا هنا من بدري. بتعمل ايه؟ قلت للجدة تحكيلي الحكاية قبل ما توصلوا. ايه؟ واني ما حكيتلوش حاجة، قلتله لازم تستناهم. وديهم جم. يلا بقى يا جدة، عشان من امبارح واني عايز اعرف ايه اللي حصل. يلا يا جدة، يلا يا جدة. حاضر، بعد ما تاكلوا السندوتشات اللي أنا عاملاها لكم هحكيلكوا بقية الحكاية. لسه هناكل؟ احنا شبعانين. اتكلم عن نفسك. عم شلالي بيسلم عليك يا جدة. الله يسلمه. يلا بقى. دلوقتي بقى ممكن أكمل لكم الحكاية. الأطفال لما عرفوا إن الأميرة هنية تعبانة راحوا جابوا الحكيم عشان يشوفها، والحكيم جه وبعد ما كشف عليها مولاي الملك، أنا شايف إن الأميرة بتعاني من حاجة مش طبيعية. يعني إيه يا حكيم؟ يعني ده سحر. سحر؟ هو في حد جابي للأميرة وادالها حاجة؟ أيوة، في ست عجوزة كانت بتكلمها قبل ما تغيب عن الوعي. وادت لها حاجة؟ أيوة يا حكيم، أنا لقيت الوردة دي قدام البيت بعد ما الست مشيت وقبل ما الأميرة تنام. شكي طلع في محله. في إيه؟ دي وردة مسحورة، أول حد بيشمها بيغيب عن الوعي للأبد. يعني إيه؟ الأميرة هنية عمرها ما هتصحى؟ عمرها ما هتصحى. إيه؟ إلا إذا إيه يا حكيم قولي؟ إلا إذا لقيتوا وردة تانية نادرة هي اللي ممكن تصحيها. وفين الوردة التانية دي؟ مشرط الشرير بعتلي رسالة إنه ممكن يصحي الأميرة لو اديت له الصولجان. طب استنى يا مولاي، أصل مشرط لو بقى الملك البلد هتخرب خالص. هيسرقها وهيخرب الدنيا. عايز أنقذ بنتي.
في حل. ايه لو أصحاب الأميرة قدروا يوصلوا لوردة التنين الأحمر. هي ايه الوردة دي؟ دي وردة موجودة في جزيرة التنين الأحمر، هي الوحيدة اللي ممكن تعالج الأميرة من تأثير الوردة دي. ونوصل لها ازاي؟ المشكلة إنها وردة مسحورة برضو، ومش هتقدروا توصلوا لها إلا لو عملتوا حاجات معينة. ايه هي؟ أولاً ما ينفعش أي حد يساعدكم، وثانياً لو ركبتوا المركب اللي بتوصل للجزيرة ما ينفعش أي حد فيكم يرجع تاني من غير ما توصلوا كلكم للوردة. مركب ايه؟ مركب مسحورة واقفة عند المعبد القديم، محدش هيقدر يشوفها إلا لو عايز يروح جزيرة التنين، ومحدش هيوصل للجزيرة ولا هيلاقيها إلا إذا ركب المركب دي. يعني نعمل ايه؟ أول ما الليل يجي تروحوا هناك وانتوا بتفكروا في جزيرة التنين، هتلاقوا المركب المسحورة. اعملوا اللي المراكبي هيقول لكم عليه وانتوا توصلوا، بس لازم تساعدوا بعض وتتصرفوا صح طول الوقت، واوعوا تتخلوا عن بعض. والرحلة دي هتطول يا حكيم؟ ايه، ايام وليالي. وانا مش هستنى اكتر من يومين، ولو ما رجعتوش او رجعتوا من غير وردة التنين الاحمر هدي المشرط الصولجان عشان انقذ بنتي. ان شاء الله هنلاقيها وهنرجع بيها. هو ده المركب؟ ايوه اكيد هو. في اي حاجة تخوف اكتر من المركب ده؟ يعني طيب وهنعمل ايه دلوقتي؟ حد يكلم المراكبي. يا مراكبي، عايزين ايه؟ عايزين نروح جزيرة التنين الأحمر. هو انتوا فاكرينها سهلة؟ احنا متأكدين انها حاجة صعبة قوي قوي. سلام عليكم. استنى يا حسونة، ما ينفعش ان حد فينا يمشي، كلنا لازم نفضل مع بعض عشان نوصل للوردة زي ما الحكيم قال. لو عايزين تركبوا المركب وتوصلوا لجزيرة التنين لازم تدفعوا. ندفع ايه؟ 50 جنيه ملكي. ياه، ده كتير قوي. نروح ناخد من اهالينا. ما ينفعش. هو كله ما ينفعش. ايه في ايه؟ ايوه، الحكيم قال ما ينفعش ان اي حد يساعدنا. طيب نعمل ايه؟ وعشان يقدروا يدفعوا الفلوس اللي المراكبي طلبها، حسونة عمل حاجة جميلة قوي. حسونة يبقى أني، واخدين بالكم؟ لا، حسونة اللي في الحكاية. عمل ايه؟ أني رجعت. أني مش فاهم، أنت رحت فين؟ وايه الحاجة اللي انت هتعملها وتخلينا نركب المركب؟ اهي. ايه ده؟ انت جبت الفلوس منين؟ اوعى تكون خدتهم من ابوك. الحكيم قال المفروض نعتمد على نفسنا ومحدش ابدا يساعدنا. بالفلوس دي انا كنت محوشها، بقالي كذا سنة بحوش فيهم عشان اشتري لي لعبة. لعبة ايه اللي ب50 جنيه ملكي؟ عجلة بعصاية ملونة وممكن تبقى تركبها. ياه، ومش هتشتري العجلة؟ معلش بقى، صاحبتنا الأميرة هنية تعبانة، يبقى هي أولى. ياه، دي حاجة غريبة.
أنا مش مصدقة إنك ممكن تعمل كده يا حسونة. يا سلام، ليه يعني بقى؟ لا، حسونة شقي صحيح بس جدع. اتفضل. اركب ومش عايز دوشة. ايه مش عايز دوشة؟ ايه في ايه؟ يلا بينا يا واد. على فين يا معلم؟ ما القعدة هنا حلوة. ده انا جايبك تشمس يا واد. احنا هنركب مركب ونطلع وراه. لازما حتما ومن كل بد نمنعهم من انهم يوصلوا للوردة السحرية ويفوقوا الأميرة يا اخويا. ليه يا معلم؟ ما تخليها تفوق بقى ونخلص من الحكاية دي. اسكت واتحرك يلا. لو ما مشيناش ورا المركب السحرية دي مش هنعرف نوصل للجزيرة يا سفاحس. ملقط. ايه ده؟ حسونة، همام، مسرات. اصحوا بصوا، شوفوا احنا فين. دي جزيرة التنين الأحمر. معلش يعني ممكن أسأل سؤال؟ إيه؟ هم سموها جزيرة التنين الأحمر ليه؟ لأن فيها تنين عايش عليه. يا سلام. إيه؟ تنين بيحرس مدخل الجبل المسحور اللي فيه الوردة اللي انتوا عاوزينها، واللي عايز يوصل للجبل لازم ينجح في اختبار التنين. مفيش أي حد نجح قبل كده في الاختبار بيموت. وعشان كده أنا وصلت ناس كتير للجزيرة، بس عمري ما وصلت حد من الجزيرة لأي مكان تاني. مع السلامة يا حلوين.